ازيك يا جميلة؟ عارفة ان الكام شعراية الزيادة اللي شكلهم غريب وطلعوا في دقنك دول مزهقينك. طيب فكرتي سببهم ايه؟ وليه اصلا ممكن يظهر عند البنات او الستات شعر سميك في منطقة الدقن والشارب او الصدر والبطن؟ الموضوع مش مجرد وراثة او طبيعة جسم. في الطب الحالة دي بنسميها الهيرزوتيزم او الشعرانية. دي مشكلة جمالية ولكن جذورها هرمونية بحتة. دلوقتي هتعرفي الفرق بين النوع الطبيعي والمرضي وازاي تعالجيه صح. لازم تفرقي بين نوعين، الشعر الوبري أو الفيلاس هير وده خفيف وفاتح وموجود عند كل البنات بشكل طبيعي. أما الهيرزوتيزم فهو شعر سميك أسود وجذوره قوية، بيظهر في أماكن ذكورية androgen dependent areas زي الدقن والرقبة ومنتصف الجسم. لو شعرك من النوع ده يبقى هرمونات الذكورة أو الأندروجينز عندك عالية، هي اللي بتنبه بصيلات الشعر بزيادة. طيب إيه اللي بيخلّي هرمون الذكورة ده يعلى؟ عندنا 3 متهمين رئيسيين، 1 تكيسات المبايض أو الPCOS وده أشهر سبب وبيكون معاه لخبطة في الدورة الشهرية، 2 مقاومة الأنسولين، الأنسولين العالي بيكهرب المبيض وبيخليه ينتج أندروجين أكتر، 3 خمول الغدة الدرقية أو ارتفاع هرمون البرولاكتين لأنهم بيأثروا بشكل غير مباشر على توازن هرموناتك زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. وعلشان تعالجي المشكلة صح لازم نمشي في طريقين متوازيين. أولا العلاج من الداخل، تظبيط الأكل، تقليل مقاومة الأنسولين، دايت منخفض النشويات أو لو كارب دايت، مع الرياضة لأنها بتقلل الالتهابات والهرمونات الضارة. طبعا استشارة الطبيب لعمل تحاليل شاملة ووصف العلاج الدوائي المناسب لحالتك. ثانيا الحل من الخارج، الليزر حل ممتاز بشرط تبدأي معاه العلاج الهرموني وإلا هتكوني بترمي فلوسك على الأرض لأن البصيلة هتتنشط تاني. الخلاصة الشعرانية هي رسالة من جسمك بتقولك إن الهرمونات محتاجة توازن. اسمعي جسمك صح علشان ترتاحي نهائيا. اكتبيلي في الكومنتات هل جربتي الليزر وحسيتي إن النتيجة مش مرضية ومش دايمة؟ ما تنسيش تشتركي في القناة وتتابعي معانا السلسلة الجديدة بعنوان الشعر والهرمونات. أشوفكم على خير، دمتم بصحة وجمال متجدد.